صباح الخير يا جماعة، يوم جديد ومعانا خالد عليوة وماجد معتز. تمام. الناس دي من مربيين المفصليات في مصر ومفرخين المفصليات في مصر. المفصليات دي ولا خليهم هم يشرحوا لنا بقى. هواية المفصليات النهارده هواية عالمية. مفصليات كعناكب، كعقارب، كفرس النبي وغيرهم، كل دي مفصليات أرجل. إنما احنا بنتكلم بقى هنا أوضة عنكبيات. عنكبيات يعني عندي بارتين اللي هم العقارب والعناكب، مش كل الأرثروبودس كلها، لا ده تخصص عنكبيات. الحمد لله طبعا السنة دي نقدر إن احنا نكون مصر الدولة رقم واحد في الوطن العربي كله في تفريخ أرثروبودس. إن احنا النهارده 3 أنواع انتجتهم السنة دي الحمد لله، نوعين السنة اللي فاتت. كل مدى في تغير، بقينا بننافس دول عربية تانية، بقينا بننافس العالم. ان النهارده في انواع نادرة عرفت الحمد لله تدخل مصر، ففي الحمد لله شغل ماشي، والهواية كل شوية بتنتشر وناس جديدة بتدخل والدنيا تمام التمام. طب يا ترى يا خالد بقى، العناكب عامة كلها سامة ولا لأ؟ والله هي كده كده العناكب كلها سامة، بس درجة السمية تختلف من نوع لنوع. في أنواع بتبقى شديدة السمية وفي أنواع بتبقى ضعيفة السمية، بس في الإجمالي عامة مفيش عنكبوت مش سام، أي عنكبوت في الدنيا سام. طب ما تيجي تفرجني بقى. دي حاجة اسمها اندروكتينوس استراليس دوت، اسمه عقرب المقابر. ده من أنواع شديدة السمية في مصر. ده حاجة اسمها عقرب ذو الحدين دوت، العقرب دوت نادر جدا في مصر. دي حاجة اسمها ام 44 ديت، النوع دوت بيعيش في القاهرة. ده عقرب الإيشيان فورست دوت، من الأنواع اللي بتوصل لحجم عملاق جدا ومن الأنواع الأضعف سم في العالم. ودوت الإيشيان فورست اللي أنا كنت بتكلم عليه من شوية، دوت حجمه هو كبير. دوت من أنواع العقارب ضعيفة السمية، واللي بتكبر ومناسبة جدا للمبتدئين، وفي ناس بره بيفرخوها. دي ترانتولا اسمها برازيليان روز هير. ديت من انواع العناكب الجميلة جدا والمشهورة عالميا. ديت مناسبة جدا للمبتدئين برضو. دي هنا حاجة اسمها برازيليان جولدن ني. ديت من انواع العناكب الجميلة جدا الممتعة في التربية. زي ما انتم شايفين اسمه برازيليان جولدن ني. سموه كده علشان ركبه لونها جولدن. تمام. ديت برضو من انواع العناكب اللي في العالم الجديد، مناسبة جدا برضو للمبتدئين. دي اسمها براكيبيل مهاموري او مكسيكان ريدني. النوع ده بيعيش في المكسيك من اسمه. نوع طبعا نيو وورلد. كل الانواع نيو وورلد هادية، يعني اعرف اهندلها، اعرف اشتغلها. الانواع دي انا اعرف اربيها. كل انواع العالم الحديث. الامريكتين اللي هم امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، دي انواع كلها لاي مبتدئ يعرف يربيها. انما انواع العالم القديم اسيا، افريقيا، اوروبا، دي انواع شرسه ما ينفعش اي مبتدئ يربيها. دي اسمها برازيليان سلمون بينك بيرد ايتر. الاسم العلمي بتاعها الياسيدورا برهيبانا. النوع ده طبعا من اسمه بيعيش فين؟ بيعيش في البرازيل. ده تاني اكبر نوع في العالم، بيختلف عن النوع الاول بتاعه بنص سنتي بالظبط. ده نوع طبعا مقترح لاي حد مبتدئ ان هو يربي ترانشولوز اللي هي العناكب الضخمه دي. نوع هادي وجميل جدا زي ما احنا شايفين، ما فيهوش اي خطوره. اطفال بيربوه بره من عمر 14 سنه لحد طبعا الى ما شاء الله. دي اسمها مكسيكان ريد رام براكيبيل مافاجرز الاسم العلمي بتاعها. نوع برضه مكسيكي من الانواع اللي بنصح بيها اللي المبتدئ يربيها. نفس الكلام بتاع الانواع التانية. النوع طبعا جميل زي ما انا شايف كده، ابدومن البطن بتاعته من فوق، اللون الريد الجميل بتاعها. ونوع طبعا هادي جدا، ما بيعضش ولا اي حاجه. في برضو حاجة العناكب برضو بتعملها كتير، حاجة اسمها مولت. المولت دوت اللي هو تغيير الجلد او الانسلاخ اللي ماجد كان بيتكلم عنه من شوية. والمولت دوت عبارة عن جلدها القديم. تمام. ديت ريتيلاء نفسها جوه اهي، هي جوه نفسها. دي بيبقى لونها جميل جدا. دي حاجة اسمها او بي تي، اختصار لكلمة اورنج بابون ترانتولا. النوع دوت من العالم القديم، شديد السمية طبعا، مش مناسب جدا للمبتدئين.
النوع دوت شرس ومحدش مبتدئ طبعا بيربيه. تنصح بايه لو حد عايز يربي يبدا بايه في المفصليات؟ والله هي في انواع كتير ممكن كحد مبتدئ يبتدي بيها، يعني مثلا في عنكبوت اسمه وولف سبايدر او العنكبوت الذئب دوت مناسب جدا للمبتدئين لو حد اول مره يربي عناكب. في حاجه اسمها كابتوبيلما اوليفاكيوم اللي هي رتيلاء المصريه وبيتقال عليها ابو شبت. ديت برضو هي مصريه ومناسبه للمبتدئين لان هي دي جواها هنا في مصر. ماشي ماجد، بقى انا عايز اسالك على حاجه. جو اهيد حبيبي. ليه بتربوا الحاجات دي؟ الحاجات دي بالنسبه لنا الدراجز، الادمان بتاعنا، بتخلص ضغوط يومك كلها، بتخلص همومك، بتخلص مشاكل اليوم، بتروح البيت تلاقي كائن بياكل، كائن تاني بيعمل مولتنج اللي هو الانسلاخ عشان يكبر في الحجم، بتلاقي سلوكيات جميله انت بتحبها بتكيف دماغك زي بالظبط كوبايه الشاي، بتخلص يومك او بتصحى بتختم بيها.